السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة أم لينا. اليوم حضرت معكم أرز على طريقة المطاعم مع دجاج وسر التتبيلة اللي يخليه بنين واللي يدوقه عندك يسقسيك على السر، بالتالي غادي تولي شاف في دارك. هنا استعملت الأرز يعني عادي اللي يكون عندك في الدار، أرز فاير تاع الميزان حتى ويكون مخلط عادي. غادي ديري شوية دهان، ديري كاس ونص روز، غادي تخليه يتحمر فوق الغاز وبعدها تزيدي له ربع كيسان ماء، يعني ضعف الكميه ونزيد لها كاس واحد اخر تاع ماء. بالنسبه للتوابل كان عندي 1.5 جامبو دجاج، كان عندي اوراق الرند وخليته فوق الغاز حتى ينشف عندك هذاك الارز. بعدها نروح للخليط يعني اللي غادي يعطيه واحد البنه شابه. غادي تدي مقلاة شويه زيت، غادي تدي البصل مقطع وتخليه يحمر عندك هذاك البصل. بعد ما يتحمر عندك هذاك البصل غادي تزيدي له الفلفله الحمراء والخضراء وشويه جويه وتخليه يطيب يعني على نار ناقصه كاع، بلا ما تزيدي لا ماء ولا حتى حاجه. غادي يطيب عندي. بعد ما يطيب غادي نخلط هذاك الروز مع هذيك الفلفله ونحاول اني ندخل هذاك الخليط في بعضه. صدقوني غادي يجيكم بنين، ما يحتاج حتى صوص، غير بهذيك البنه تاع الفلفله والروز اللي كان عندي يعني بنين طايب فيه جامبو كاع غادي يجيك بنين. هنا نخلطه ونخليه. بعد ما نخليه غادي يزيد هذاك الخليط كيما حنا نقولوا يتشرب. غادي تولي هذيك الحبه تاع الروز كيما نعرفوا حنا كاع نقولوا الحبه تقيس خوتها. هنا كان عندي البصل، عفوا كان عندي دجاج مقطع، غادي نزيد له لي زيبيس اللي هما كيري تاع الدجاج، راس الحانوت، سكينجبير، الحرور والملح والزيت. والسر اللي غادي يخليه يجيك بنين اللي هو غادي ديري مغرف كبيره تاع يعني العصوص، يعني طوماطيس تكوني مطيبتها في الدار مع شويه طماطم مصبره. غادي تخلطيهم هاد المكونات كاع ومن بعدها تدي ابلا تدهنيه بشويه زيت وتحطي الدجاج اللي عندك وتديريه في الفور يطيب حتى ينشف عندك هذاك الخليط. وبعدها ديري فنجال ديري فيه شويه لاصوص، شويه زيت وشويه ملح وتدهنيه من الفوق. صدقوني يجيكم بنه هذا الدجاج، وغادي ان شاء الله تولي تعتمديه كاع في الدجاج اللي تكوني باغيه تحضريه سواء مع بطاطا مقليه ولا في كراتين ولا اي شيء. هنا ترشيه بشويه معدنوس وبعدها تعتمدي في صحن التقديم أرز دجاج وبصحتكم.